الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم على قناة عبد الرحمن. إذا أعجبك الفيديو ضع لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يصلك منا كل طبيعة وبحر وبحيرات وغابات من النخيل وميناء صيد وصيادين وطبيعات حربية وبوغاز. كل ده هنشوفه ان شاء الله في الفيديو بتاع المعدية، اسمها المعدية المنسية. هنسترسل حديثنا وهنتكلم عن المعدية. مدينة المعدية او قرية المعدية، يعني هي لحد دلوقتي بيتقال عليها يا مدينة أو قرية، يعني لسه لحد دلوقتي المسمى بتاعها قرية أو مدينة. زمان كانوا بيقولوا عليها قرية، أنشأها محمد علي باشا لإقامة الطوابي لحماية مصر من مقاومة الإنجليز. وفيها شاطئ كبير اسمه شاطئ سراج، وأهلها ناس طيبين جدا وراضيين بعطايا الرحمن، وعندهم قناعة وبيعيشوا اليوم بيومه، ومهنتهم الأساسية هي الصيد. وتبعد عن الإسكندرية حوالي 20 كيلو، يعني تبعد عن اسكندرية 20 كيلو. أنا طبعا جايب لكم هما مهنتهم الصيد. بصوا الناس قاعدة مبسوطة ازاي بتصطاد، لأن القرية أهلها عايشين على الصيد بس. لما تروح القرية تحس او المدينة تحس ان مفيش لا مصانع ولا في اي حاجة غير ان هم عايشين على الصيد فقط لا غير، مش اكتر من كده. وكان فيها طوابي كتير جدا، كان فيها طبيتين اسمها الطابية البيضاء والطابية الحمراء، ودي هنحكي عنها وهنتكلم عليها ان شاء الله في كلامنا دلوقتي. هي مدينة شديدة الجمال، فيها نخل كتير جدا في كل جوانبها، يعني على الجوانب بتاعتها بتلاقي غابات كده من النخل، وبيحدها طبعا من الشمال فوق البحر المتوسط. وفيها بحيرة اسمها بحيرة إدكو في جنوبها، يعني هي ما بين اسكندرية حوالي 20 كيلو، وبعديها مدينة إدكو. مدينة إدكو علشان كده مش قادرين يقولوا مدينة المعدية، بيقولوا عليها قرية المعدية. فطبعا اللي احنا شايفينه ده الكوبري اللي احنا شايفينه ده. بص صيادين، قبل ما نسترسل في الكلام انا بشرح لكم بس ايه اللي احنا شايفينه قدامنا. دول صيادين قاعدين بيصطادوا، جايين من اسكندرية، جايين يستمتعوا بقى بالطبيعة وبالجو الجميل. والمدينة صغيرة يعني، انما سكانها مش كتير، يعني عددهم مش كتير. والمدينة تعتبر صغيرة لكن مساحتها اصلا كبيرة، يعني فيها اسماك، مزارع سمكية، وفيها شواطئ كبيرة جدا. وبلد عايشة كده اليوم بيومه وراضيين، يعني قانعين وراضيين وبيقبلوا بأي حاجة، يعني أي حاجة بيقبلوها. حتى وانت بتشوف المدينة بتلاقي فيها اللحوم مثلا، اللحوم كلها فريش، يعني كل حاجة عندهم فريش، طازة بطازة كده. يعني يجي الصبح يعني تلاقي مثلا محل واحد جزارة بس، يعني ده يذبح الصبح بقرة أو خروفين أو 3 بيقضوا المدينة. المدينة يوم الجمعة كلهم بيعيشوا على المشويات، يعني كلهم بياخدوا بيشوا اليوم بتاع الجمعة. وبلد رزقها كلها من صيد السمك، وهم مسميينها المدينة المنسية. ليه بقى المدينة المنسية؟ لأن طبعا كان عندها طبيتين، يعني أيام محمد علي باشا أنشأ فيها طبيتين، الطابية اسمها الطابية الحمراء والطابية البيضاء. دول أيام الإنجليز كانوا بيقاوموا الإنجليز، يعني الطابيات دي كانت بتحمي الإنجليز، بتحمي مصر من غزو الإنجليز. فلما تبصوا ده بقى المكان ده بقى الفاصل ما بين ده عبارة عن بوغاز، ده بوغاز داخل البحر المتوسط قدامكم هناك ده، وداخل على بحيرة بتاعة المعدية. وهتلاقي على الشمال تلاقي مدينة إيكو، وعلى اليمين تلاقي مدينة اسكندرية. فالكوبري ده، فطبعا زمان كان اللي جاي من اسكندرية اهو زي ما احنا شايفين الكوبري، احنا بنهتم بأدق التفاصيل
طبعا انتوا بتشوفوا حاجات تانية كتير على مدينة المعدية، بس انا بحب اركز على تفصيلات معينة. بس ليه اتسمت مدينة منسية، وليه الناس كتير ما تعرفهاش؟ في ناس كتير جدا ما تعرفش المعدية. فطبعا الكوبري دون كان عبارة عن معدية، يعني اللي جاي من اسكندرية عشان يخش إيدكو، بص العربيات هناك اهي، عشان يخش المدينة التانية في ناحية اليمين الشمال فلازم يعدي المعدية دي، فعشان كده سموها المعدية. فالكوبري دون اللي هو بتاع بوغاز، يعني البوغاز دون عبارة عن مجرى مائي كده، بيفصل زي نهر كده، بيفصل بيوصل ما بين البحيرة اللي احنا شايفينها دي والبحر المتوسط. فهم أنشأوا الكوبري ده عشان زمان كانوا بيوصلوا بطريق المراكب، عشان كده سموها المعدية. ودي مدينة جميلة جدا، ومدينة شديدة الجمال، يعني لما تروح تحس بالطبيعة كده، بتحس ان الناس عايشة على سجيتها وعلى طبيعتها قوي. اللي حاصل ان ايام الغزو الانجليزي الطبيعتين اللي بناهم انشأهم محمد علي باشا. الطابية اسمها الطابية الحمراء والطابية البيضاء، دي كانت في الغرب ودي كانت في الشمال في الشرق. فدول كانوا بيحموها طبعا من كتر عنف وغزو ونيران المدفعية الإنجليزية. فشلت الثورة، وكانت الثورة بسبب بقيادة عرابي، ثورة عرابية يعني. ففشلت الثورة وانهزموا، وكان دي سبب من دخول الإنجليز مصر. فعشان كده المدينة ما ذكروهاش وهمشوها خالص يعني، فعشان كده سموها المدينة المنسية. فهم قعدوا فترة، يعني ناس كتيرة جدا في مصر ما تعرفش حاجة اسمها المعدية، فاحنا ممكن نجيبه ونعرفه حاجات كتير، لكن انا بهتم بتفصيل بس صغير، ان ليه سموها المعدية المنسية. دي البحيرة اللي هي فيها السمك. فطبعا لو في فصل الشتاء بيصطادوا من البحيرة، فصل الصيف بيصطادوا من البحر. طبعا في الصيف والشتاء بيطلعوا، بس لما يبقى في نوات كبيرة جدا في اسكندرية على البحر فبييجوا يصطادوا من البحيرة. والله لسه المية كوبري البوغاز اللي انا قلت لكم ده بوغاز المعدية. هي المعدية عبارة عن قرية المعدية وتابعة لمركز إدكو محافظة البحيرة، وهي شبه جزيرة غرب اسكندرية، ويوجد بيها ميناء مهم جدا، وأغلب سكانها مهتمين بالصيد، واتبنت سنة أو اتعرفت منذ 300 أو 400 سنة، وهي عبارة عن جزر قريبة من خليج أبو قير. سميت معدية لأنها على يسار بوغاز إدكو، وفي الضفة اليمنى هناك استراحة أو خان للمسافرين من اسكندرية إلى رشيد أو إلى إدكو. وطبعا بيحيط بيها المية من جميع الاتجاهات، وفيها طابيتين اللي احنا قلنا الطابية الحمراء والطابية البيضاء سنة 1882 بقيادة عرابي ومقاومة الإنجليز. وهي بتبعد عن الإسكندرية بحوالي 20 كيلو. احنا جبنا لكم نبذة مختصرة كده عن المعدية المنسية، ويا رب يعجبكم الفيديو ان شاء الله، ولا تنسوا الاشتراك معانا عشان نقدم لكم كل جديد. طبعا مكان ساحر وجميل جدا جدا زي ما انتم شايفين، احنا مصورينه في الشتاء، يعني ده متصور في الشتاء. فبصوا منظر جميل ازاي، وشوفوا البيوت على حافة المية. وطبعا الكوبري ده كان كوبري مهم جدا. فقبل ما نسيبكم ان شاء الله معاكم في كل مختصر ومفيد عن مصر، وبنجيب لكم الحاجات البارزة، ونتقابلوا في فيديو تاني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.